عمرك دخلت اوضه او مكان فلقيت كل الناس اللي فيه واقفين فقلت تقف معاهم، او كنت قاعد مع اصحابك على القهوه وحد فيهم قال لك تاريخنا وكلهم ضحكوا عليها وانت عارف ان هي ما بتضحكش بس ضحكت معاهم عشان ما تبانش غريب؟ ليه ساعات بنمشي مع القطيع حتى لو عارفين ان ده غلط، حتى لو مش مقتنعين بده؟ تعال نبص على المعلومه. في البدايه خليني اعرفك على التاثير الجماعي، وهو ببساطه ان الواحد بيقلد اللي حواليه حتى لو هو مش مقتنع باللي هم بيعملوه. يعني تخيل ان انت قاعد في امتحان وجاوبت على سؤال وانت عارف ان الاجابه دي صح شويه، وبدات تلاحظ ان كل اللي حواليك بيحطوا اجابه مختلفه، ومع شويه وقت كمان بقيت تسال نفسك هو انا صح؟ معقول كل الناس دي غلط وانا اللي حلل صح؟ وهنا بيظهر التاثير الجماعي، وده بيحصل لسببين. السبب الاول الخوف من العزله، الانسان بطبعه اجتماعي بيخاف انه يتعزل او يتقال عليه غريب لو قال راي مختلف. السبب الثاني احساس ان الجماعه هم الاذكى، لو الناس كلها ماشيه في الطريق ده اكيد هم الصح، مش انا الوحيد اللي همشي كده. والنتيجه ان ساعات بنمشي مع القطيع مش علشان مقتنعين بس مش عايزين نكون لوحدنا. وخليني اقول لك مثال. في سنه 1951 تجربه اش على اسم العالم اللي عملها، عمل تجربه بسيطه جدا بس نتائجها كانت صادمه. جاب مجموعه طلبه متطوعين وعرض عليهم مجموعه خطوط مرسومه باطوال مختلفه، والسؤال كان بسيط جدا، اي خط في دول في الطول زي الخط المرجعي. لكن هنا الفخ، لان كان في مجموعه من المتطوعين متفقين مع الباحث اللي بيعمل التجربه ان هم يختاروا الاجابه الغلط بالقصد. والمفاجاه ان الطلاب الحقيقيين اللي كان بيتعمل عليهم التجربه اوقات كانوا بيسيبوا الجواب الصح ويختاروا الجواب الغلط عشان ما نبانش مختلفين. هم كلهم قالوا كده. النتيجه 75%، يعني 3 من كل 4 اختاروا على الاقل مره واحده الاجابه الغلط زي ما المجموعه اختارتها. يعني انت عايز تفهمني ان الناس دي كلها غلط وانا الوحيد اللي صح؟ هي مشيت كده. تعال احكي لك برضو عن تجربه الدخان في الغرفه سنه 1968 اللي عملها فريق بحث في علم النفس اللي كانوا بيشتغلوا في جامعه كولومبيا في نيويورك. كانوا بيدرسوا حاجه اسمها تاثير المتفرج، ازاي الناس ممكن تقف وتتفرج وتسكت وقت الخطر لمجرد ان غيرها ساكت. التجربه كانت كالتالي: جابوا متطوعين ودخلوهم غرفه وقفلوا عليهم وقالوا لهم خلوكم هنا 5 دقايق وهنرجع لكم تاني. بعد شويه بدا يطلع دخان خفيف من فتحه في الغرفه كانها بدايه حريق، والنتيجه كانت هنا: لو شخص قاعد لوحده في الاوضه في اقل من دقيقتين بيقوم يزعق ويخرج من الاوضه، لكن لو قاعد مع مجموعه متطوعين بيمثلوا ان هم معاه في التجربه ومتفقين ان هم يتجاهلوا الدخان، اللي بيتعمل عليه التجربه بجد بيسكت هو كمان ويعمل نفسه مش شايف. والنتيجه كانت تقريبا 75% اتحركوا لما كانوا لوحدهم وشافوا الدخان، لكن اقل من 15% اللي كانوا وسط مجموعه اللي اتحركوا او بلغوا. كأن التجربه بتقول لنا ان العقل بيصرخ وبيقول في دخان هنا، لكن العين عشان شايفه الناس كلها ساكته بتقول يمكن انا بتهيألي. احنا شفنا التجارب في المعمل زي خطوط اش والدخان اللي بيكون جوه الغرفه، لكن الحقيقه ان الظاهره مش محصوره بس في المعمل، دي موجوده معانا في الشارع كمان. تخيل ان احنا في الشارع وحد وقع او اغمى عليه، لو انت لوحدك هتتصرف فورا وتجري عليه، لكن لو في عشرات من الناس واقفين حواليك وساكتين غالبا هتتجمد مكان. يمكن وقتها لان عقلك بيقول لو كان الموضوع خطير كان حد سبقني، او يمكن انت مستني حد يسبق. ده اللي العلماء سموه، قلنا عليه تاثير المتفرج. الاخطر فيه انه بيضيع وقت ذهبي للانقاذ، كل واحد مستني التاني يبدا، وده نفس اللي ظهر في تجربه غرفه الدخان بس بنشوفه النهارده في الشارع وفي المواصلات وحتى على الفيسبوك لما حد يسكيب لبوست فيه استغاثه. واحد من العلماء اللي اشتغلوا على التجربه دي هيقول ان المسؤوليه بتتوزع، كل ما بيزيد عدد الناس كل ما الفرد بيحس ان مسؤوليته اقل، والعكس بالعكس. ويمكن يكون ده حصل او شفته قدامك قبل كده. تخيل لما تكون رايح شغلك وراكب عربيه والسواق عمال ياخد غرز وبيجري بسرعه مجنونه والناس كلها ساكته او بتتكلم بهمهمه، لحد اما واحد يقرر يكسر الصمت ده ويقول له بالراحه يا اسطى خلي بالك، وقبل ما السواق يرد عليه واحد تاني يقول له ما هو عنده حق، وواحد تاني يقول له طب ما تخلي بالك. هنا الموقف بيتقلب في ثواني من صمت خانق لصوت جماعي بيطالب بالامان. كل ده بدا من شخص واحد بس، لان اوقات كتير الشجاعه ما بتكونش انك تعمل المستحيل، الشجاعه هي انك تكون اول صوت وبعد كده باقي الاصوات هتيجي بعديك. اللي بيخلينا نسكت او نقلد غيرنا ده مش ضعف في الشخصيه، دي يمكن طبيعه بشريه، لكن في طرق نقدر نتغلب بيها على الصمت ده حتى لو اللي حوالينا كلهم ساكتين. واحد، ادراك الظاهره. اول حاجه تبقى عارف ان في حاجه اسمها تاثير الجماعي، لما يحصل موقف تفكر فيه بعقلك هو ده الصح ولا انا ماشي مع الناس. 2، لازم تبقى عارف ان شخص واحد ممكن يغير كل حاجه، وزي ما قلنا والتجارب اثبتت ان ممكن شخص واحد بس ياخد المبادره الناس كلها تمشي وراه. 3، اعتمد المعلومه مش العدد، يعني لما تحط في موقف اسال نفسك هل ده صح؟ هل في دليل انا كده صح؟ مش عشان الناس اللي حواليا اكتر وساكتين يبقى انا ضروري اكون غلط. 3، وبجد حاول تدرب نفسك انك تقول لا في المواقف البسيطه اليوميه، حتى لو صحابك قاعدين او قالوا حاجه او عملوا حاجه انت شايف ان هي غلط، حاول انك تتعود انك تقول لهم لا ده مش صح. ده مش هيبينك مختلف لكن هيبينك مستقل. اش اللي عمل التجربه بتاعت الخطوط اللي قلنا عليه في اول فيديو فاكره، كان بيقول ان الاستقلال بيبدا من لحظه واحده، اللحظه اللي هتختار انك تثق فيها في عيونك وعقلك بدل عيون الناس. اللي بحاول اقوله لك ان الانسان احيانا بيكون ضعيف قدام الصوت الجماعي، ممكن يسيب الصح ويمشي ورا الغلط بس عشان ما يبقاش مختلف. من تجربه اش للغرفه اللي فيها الدخان للامثله اللي حكيت لك عنها اللي بتحصل في الشارع، كل دي بتورينا ان التاثير الجماعي قد ايه قوي، لكن بنفس القوه قرار فرد مستقل لوحده ممكن يغير المشهد كامل. زي ما شفنا كلمه واحده او تصرف واحد من شخص شجاع مستقل
تدخل ممكن تفك السحر بتاع الجماعه اللي مقفول عليهم. فالدرس هنا مش ان احنا نلوم الناس اللي سكتوا، لكن نعرف ان كل واحد فينا ممكن يكون البدايه. لان اوقات كتير الشجاعه مش انك تبقى اقوى واحد في الموجودين، الشجاعه انك تبقى اول واحد يقول لا او اول واحد ياخد المبادره.